القطايف بالعجينة الأصلية وفي الخلاط بأسهل طريقة بدون سميد، قرمشة تجنن ومن غير ما تفك منك في الزيت وطعم ولا أروع. هنعمل شربات القطايف، وشربات القطايف بيكون شربات تقيل بارد. هجيب كوبايتين من السكر بالشكل ده، هضيف عليهم كوباية من المية وهسيبهم على النار لحد ما السكر يدوب ويبدأ يغلي معايا. بعد ما الشربات بتاعي بقى بيغلي بالشكل ده، علشان اتفادى تسكير الشربات بتاعي، يا اما اضيف معلقة كبيرة من عسل النحل او معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. اضيف كمان عصير نص ليمونة بالشكل ده، واقلبهم. سبت الشربات بتاعي يغلي كده لمدة 5 دقايق، تقل معايا الشربات بالشكل ده. كل ما هيبرد هيتقل اكتر. طفي عليه النار واسيبه يبرد. اعمل عجينة القطايف بتاعتي في الخلاط. هجيب كوبايتين من الدقيق بالشكل ده، هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر. دي العجينة الأصلية للقطايف. هضيف معلقتين كبار من النشا، هضيف عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، مع رشة من الملح. هنزل عليهم بكوباية ونص من المية الدافية بالشكل ده، واضربهم معايا في الخلاط. بما ان عجينة القطايف عجينة مرنة، لو القوام معايا تقيل بخففه شوية بالمية، لو خفيف بزود له معلقتين 3 من الدقيق، لان على حسب نوع الدقيق معايا بياخد مية قد ايه. ده قوام القطايف بتاعتي. بصفيها كده من اي تكتلات. الكوبايتين دقيق اخدوا معايا 3 كوبايات من المية، وكل نوع دقيق على حسب اخد من المية. ادي قوام القطايف بالشكل الجميل ده. هسيبها ترتاح في التلاجة لمدة 10 دقايق على نار هادية. هجيب صينية او طاسة، لازم تكون غير لاصقة. اقلب المكونات بتاعتي كده بعد ما ارتاحت، واغرف بالشكل ده. بدأت تظهر عندي فقاعات بالشكل ده، ده دليل ان عجينة القطايف ناجحة. هسيبها لحد ما تستوي خالص وبعدين اشيلها. استوت معايا القطايف بالشكل ده واخدت اللون الذهبي الفاتح ده الجميل من تحت. هشيلها من على الصينية، اكمل باقي الكمية اللي معايا بنفس الطريقة بالشكل ده كده. القطايف على فوطة مطبخ نضيفة كده ومش بغطيها علشان القطايف ما تعجنش. عملت كل الكمية دي من كوبايتين دقيق وحجم كبير كمان. شايفين القطايف طرية ازاي، ما بتتقطمش، قوامها ناعم حلو. هنحشيها دلوقتي. عندنا حشوتين. الحشوة الاولانية البسيطة بتاعتنا اللي هي جوز الهند وزبيب وسوداني. انا حاطة هنا بلح عليها ومعلقتين سكر، قلبتهم مع بعض بقى معايا بالشكل ده. وفي حشوة كمان الكريمة. جبت كوباية من اللبن كبيرة، دوبت فيها معلقة كبيرة من النشا، نص معلقة صغيرة من الدقيق، معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، ومعلقة سكر واحدة. وحطيتهم على النار لحد ما تقلت معايا الكريمة وسبتها تبرد، بقت معايا بالشكل ده. هبدأ احشي بقى القطايف بتاعتي واقفلها علشان نقليها بالشكل ده كده. القطايف ممكن كمان تحشيها حادق لو حضرتك عايزة تحشيها لحمة مفرومة، تحشيها حشوة فراخ، اللي تحبيه. ولو حضرتك مش عايزة الحشوتين دول وعايزة تحطي اي حشوة تانية انت بتحبيها حطيها. قفلنا القطايف معايا بالشكل الجميل ده. هجيب طاسة صغيرة كده على النار، احط فيها زيت علشان يكون غزير. هبدأ اقلي فيها القطايف بتاعتي. يكون سخن الزيت بس ما يكونش بيغلي علشان ما تتحرقش معايا بالشكل ده. طيب لون ذهبي بالشكل ده هبدأ اقلبها.
بعد ما اتحمرت معايا القطايف من الجنبين بالشكل ده، هطلع بيها على الشربات البارد اللي احنا عملناه. هقلبهم في الشربات بالشكل ده وبعدين اصفيهم على مصفى. وده شكل القطايف بتاعتنا بعد ما خلصنا قليه وحطيناها في الشربات. عايز اقول لكم ان طعمها وريحتها يجننوا، مفيش احلى ولا اطعم من كده، طراوه من جوه وقرمشه من بره.